مسألة تحديد الأهداف بتعتبر تجسيد لعملية الانحياز للبقاء، يعني احنا بنبص على بعض اللي نجحوا واللي كتب لهم البقاء وبنفترض مخطئين ان الأهداف الطموحة ليهم هي اللي أدت لنجاحهم، وبنتغافل عن الناس اللي كان ليهم نفس الأهداف ولكنهم ما نجحوش، لأن كل رياضي أولمبي بيكون عايز يفوز بالميدالية الذهبية، وكل مرشح لوظيفة عايز يفوز بالوظيفة، وعشان كده بما ان الناجحين وغير الناجحين بيتقاسموا الأهداف نفسها، فبالتالي فكرة ان الهدف هو اللي بيحدث الفارق بين الرابحين والخاسرين مش موجود. والدليل على ده ان فريق الدراجين البريطاني ما كانش هدفه انه يفوز بسباق طواف فرنسا، هو اللي وصلوا لقمه اللعبه، لانه من الطبيعي انهم كانوا عايزين يفوزوا بالسباق في كل مره سباق دخلوها خلال ال100 سنه اللي سبقت تولي بريلسفورد مهام مدير الاداء للفريق، زيهم زي اي فريق ثاني، لان الهدف كان موجود بالفعل في كل مره دخلوا فيها السباق، ولكنهم ما قدروش يحققوا نتيجه مختلفه الا لما طبقوا نظام من التحسينات الصغيره والمتواصله.